السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة أكاديمية عواد. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في موضوع إن إحنا اتحبسنا في السهم. اتحبسنا في السهم يعني إن إحنا اشترينا السهم بسعر عالي، فالسوق نزل فسعر السهم نزل، ففضلنا موجودين في السهم لغاية لما السوق رد وسعر السهم رجع تاني المستوى اللي احنا اشترينا بيه، فطلعنا منه بكيتين او كسبنا منه. طيب دلوقتي احنا عايزين نعرف ايه الاخطاء اللي احنا ارتكبناها ادت ان احنا اتحبسنا في السهم. اول خطأ ان احنا جرينا ورا السهم بيطلع، السهم عمال يطير، فاحنا اشترينا السهم بسعر عالي جدا، فالسوق نزل فاحنا اتحبسنا فيه. دي اول حاجة. تاني حاجة ان احنا اشترينا السهم والسوق عالي، وده خطأ كبير جدا جدا جدا. طيب احنا عايزين نعرف ايه الحلول، هنعمل ايه؟ اول حل ان احنا نعمل متوسط. يعني ايه نعمل متوسط؟ مثلا سعر السهم ب10 جنيه، فالسوق نزل فسعر السهم أصبح ب9 جنيه، فاشترينا السهم وهو ب9 جنيه، كده متوسط سعر السهم أصبح 9 جنيه ونص، كده سعر السهم قرب من سعر السوق. دي أول حاجة. تاني حاجة نعتبر سعر السهم استثماري، فنستنى فيه شهر شهرين 3 حتى يرد السهم مرة أخرى للمستوى اللي احنا اشترينا بيه. دي تاني حاجة. تالت حاجة نعمل تريدات عكسية. دول 3 حاجات. طبعا في مصطلحات ممكن تكون غريبة على بعض الناس المبتدئين، أوعدكم إن احنا هنشرحها في فيديوهات أخرى. ده فيديو عن احنا اتحبسنا في السهم. اتمنى الفيديو ده يكون افاد نسبة كبيرة منكم. ان شاء الله نلتقي في فيديوهات قادمة. انا هسيب لحضراتكم رقم الواتساب ورابط الفيسبوك الخاص بيا، ومستني اي استفساراتكم، مستني اي ملاحظاتكم. انا ان شاء الله حابب ان انا اسمع منكم، وحابب اعرف انتوا عايزين اتكلم في ايه. ان شاء الله باذن الله نلتقي في فيديوهات قادمة، واهلا وسهلا بحضراتكم في اكاديمية عواد. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم.